إسلاميكو. عسلامة ومرحبا بكم في فقرة اليوم من إسلاميكو باش نحكيو على موضوع جديد في المالية الإسلامية اللي هو عقد الإجارة. الإجارة هي من بين العقود الموجودة في الفقه الإسلامي وتعاملوا بها المسلمين من قبل بعدة أنواع مختلفة، ودليل مشروعية العقد هذا موجود في القرآن والسنة. وهالإجارة هي عبارة عن تمليك منفعة معلومة بأجر معلوم. إيش معناها هالكلام؟ معناها تبيع منفعة أصول ولا ممتلكات لمدة محددة. وباش تسهل الحكاية أكثر نجم نقولوا إنه الإجارة كيما كريم تاع دار، فيه يتسمى مول الدار مؤجر، الكاري مستأجر، والدار هي العين المؤجرة. وباش يكون العقد هذا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لازم يمتلك المؤجر الدار ملكية تامة، ولازم زادة يتذكر في العقد الثمن والمدة وطريقة السداد. والإجارة هذه 3 أنواع. أولها الإجارة التشغيلية اللي حكينا عليها والموجودة بكثرة في معاملتنا اليوم، كما أنك تكري دار ولا كهرباء. النوع الثاني هو الإجارة الموصوفة في الذمة، وهي عبارة عن تأجير منافع مستقبلية وتكون المنفعة محددة وموصوفة في الذمة، وهالنوع من الإجارة قليل شكون يتعامل به. نوع آخر من الإجارة اللي هو الإجارة المنتهية بالتمليك، وهالنوع اللي باش نركزوا عليه في فقرتنا اليوم خاطر تتعامل به المصارف الإسلامية بكثرة. كان تحكي لنا ياسمين شنو هي الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك هي عبارة على إجارة عادية أما يتبعها عقد بيع وإلا هبة. معناها يجي المستأجر ويتفاهم مع المؤجر باش يكري مثلا ماكينة، ويتفق معاه أنه في نهاية مدة أقساط الإجارة باش يصير عقد آخر يكون عقد هبة وإلا عقد بيع بثمن رمزي، ولازم يكون العقد هذا منفصل عن العقد الأول. ووقت المستأجر يمتلك الماكينة هذه في نهاية الفترة، هذيك علاش تسميت الإجارة المنتهية بالتمليك. واضح. ولكن أنا كحليف المصرف الإسلامي كيفاش نجم ناخذ كهرباء مثلا بالإجارة المنتهية بالتمليك؟ سهلة العملية برشا. تمشي المصرف الإسلامي بعد ما تكون اخترت الكهرباء اللي حاجتك بها، يشري المصرف الإسلامي الكهرباء هذه من مولاها ويمتلكها ملكية تامة، وهكا تبدأ عملية الإجارة ويتم خلاص الأقساط حسب اتفاقك أنت والمصرف اللي بدوره يصحح على وعد بتمليكك الكهرباء في آخر المدة هذه. وفي نهاية فترة الإجارة باش يصير آلياً عقد آخر منفصل، يكون عقد هبة ولا يكون عقد بيع بثمن رمزي، ووقتها تولي الكهرباء ملكك وينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. لكن مصعب برشا ناس تشوف انه الإجارة المنتهية بالتمليك كيف الليزينغ، ويعتبروا انه فقط التسميات تختلف. عندك حق في طرح السؤال، خاطر احنا مازلنا ما ذكرناش شنو خصائص عقد الإجارة المنتهية بالتمليك اللي تميزوا على بقية العقود، خاصة عقد الإيجار المالي التقليدي الليزينغ. أول ما يميز الإجارة المنتهية بالتمليك هو انه المصرف الإسلامي لازم يكون مالك للعين المؤجرة ملكية تامة، في حين في الليزينغ مش بالضرورة يمتلكها. ثانياً إنه أي مخاطر تصير العين المؤجرة يتحملها صاحبها اللي هو المصرف الإسلامي، وفي الحالة وين تطبق القاعدة الفقهية الغنم بالغرم. نقصد هوني إنه المصرف الإسلامي مالك العين المؤجرة يتحمل تبعات الملكية من ضمان ومخاطر وغيرها، كما يغنم الربح اللي جاي من الأقساط ينجم يغرم، يعني يخسر ويصرف على الملكية متاعه وكسر لها أي خطر. المصرف لهنا يضمن العين المؤجرة لأنها مجرد أمانة في يد المستأجر اللي ما يضمنها هو كان في حالة التعدي والتقصير. أما في الليزينغ يصير العكس، الحريف يخلص التأمينات ويصلح لحسابه. ثالثاً في الإيجار المنتهي بالتمليك الحريف كي يبقى في الإخلاص ما فماش غرامات تأخير، فما طرق أخرى أقرتها الشريعة الإسلامية للتعامل مع المدين المماطل اللي عنده باش يخلص أما يماطل في الخلاص، وإلا المدين المعسر اللي مش قادر على الخلاص، وهذا اللي مش موجود في الليزينغ. نزيد على كلامك مصعب إنه في المصرف الإسلامي الحريف ما يدفع قسط الكراء إلا ما يتمتع بالمنفعة، خاطر لا قدر الله صارت حاجة للسيارة ولات غير صالحة كلياً ما عادش يدفع الحريف الكراء لأنه أنت فالسبب اللي يخليه يخلص في الأقساط واللي هو الانتفاع. أما في الليزينغ الحريف ملزوم باش يدفع كامل الأقساط من بعد يعمل ربي شنو باش تغطيله شركة التأمين. ومن أهم الفروقات زادة هو الفصل بين العقود. في الإجارة المنتهية بالتمليك نلقاو عقدين منفصلين اللي هما عقد إجارة والثاني عقد هبة وإلا عقد بيع بسعر رمزي، وهذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الابتعاد عن بيعتين في بيعة، لأنه مش من المعقول تبيع شيء ويخرج من ملكيتك وفي نفس الوقت تكريه، وهذا اللي ما نلقاوهش في الليزينغ خاطر عندهم عقد واحد فيه كل شيء. ما زالت برشا فوارق أخرى تميز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عن الليزينغ، ولكن احنا ذكرنا أهمها. والعقد هذا قادر أنه يوفر العديد من المزايا للمؤجر والمستأجر، وقاعد ينتشر بالكدا في بلادنا. وهكا نكون وصلنا لختام فقرتنا إسلاميكو. نتلاقى غدوة إن شاء الله كالعادة بموضوع جديد في المالية الإسلامية. كانت معاكم ياسمين بن ضو ومصعب الرباحي. نهاركم طيب.